السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. طبعا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو حظر التكاتك في مصر. تكتبوا لي بقى في الكومنتات حضراتكم مع أم ضد حظر التكاتك في مصر. أول حاجة احنا موجودين دلوقتي أمام مسار مترو اسكندرية، قدامنا كده على طول موقع محطة محمد نجيب الجديدة، وقدامنا كده لو بصينا هنلاقي تم رفع حوائط الأمان في سيدي بشر، وقريب هيتم رفع حوائط الأمان على مسار المترو بعد محطة محمد نجيب. طبعا هنا كان في سور خلاص تم إزالته. طبعا هنا هيكون محور كبير جدا، محور ملك حفني، وكمان عندنا محور محمد نجيب. محور محمد نجيب هيبدأ من أول الكورنيش وهيعدي على الجزيرة الخضراء ومنه على شارع مصطفى كامل. كمان تم غلق فتحتين نفق محمد نجيب زي ما قلنا كتير في فيديوهاتنا على القناة، عشان طبعا حاليا بيتم أعمال كوبري محمد نجيب تقاطع شارع جمال عبد الناصر. ليه تم غلق الفتحتين لنفق محمد نجيب؟ عشان طبعا هيتم ربطهم ببعض. اللي هيجي بقى من شارع مصطفى كامل هيجي من دربالة، هينزل من تحت النفق ويطلع على سيتي بشر، وطبعا هيتم ردم النفق اللي موجود في بحري السكة، الفتحة اللي بتطلعنا على شارع جمال عبد الناصر، عشان هيتم ردمه وكمان يتم استكمال أعمال كوبري محمد نجيب. وبالنسبة لمحطة محمد نجيب فهي محطة جديدة مضافة لمترو اسكندرية، محطة علوية موجودة ما بين محطة فيكتوريا ومحطة سيدي بشر، وطبعا هتخدم أهالي المنطقة اللي ساكن بقى في شارع 15، اللي جاي من الجزيرة الخضراء، شارع مصطفى كامل، دربالة، وكمان شارع جمال عبد الناصر. وعارفين طبعا ان تم عمل محطة محمد نجيب طبعا مضافة لمترو اسكندرية عشان تخف الضغط عن محطة سيدي بشر. عارفين طبعا محطة سيدي بشر وقت قطار ابو قير كانت بتكون زحمة جدا، هي محطة سيدي بشر محطة كبيرة فيها ازدحام، عشان كده تم عمل محطة محمد نجيب ومحطة ميامي. ده كده مسار المترو ما بين محطة محمد نجيب ومحطة فيكتوريا. حاليا شغالين في محطة فيكتوريا. ده كده النفق اللي تم غلقه اللي موجود في دربالة. وطبعا الهدف من ربط النفقين وردم النفق اللي موجود في بحر السكة وعمل كوبري محمد نجيب، كل ده طبعا عشان يتم إلغاء إشارة سيدي بشر. أما بالنسبة لمحطات مترو اسكندرية هيكون فيها سلالم كهربائية هتخدم طبعا كبار السن وذوي الهمم، كمان هيكون في شبابيك للتذاكر، كاميرات مراقبة، وماكينات إلكترونية. أما بالنسبة لموضوع حظر التكاتك في مصر، في ناس كتير ضد وفي ناس مع حظر التكاتك في مصر. بالنسبة لي مش مع حظر التكاتك بشكل عام، لكن نقدر نمنع سير التكاتك وحظرها في الشوارع الرئيسية، لأن طبعا في ناس كتير محترمة بتكون مالكة لتكاتك أو بتسوق التكاتك، وده بيكون طبعا مصدر رزق ليهم وأكل عيشهم. عارفين طبعا حاليا يعني الشغل مفيش شغل في مصر، فطبعا لما يتمنع التوك توك أو يتم حظره اللي بيسوقوا دول هيروحوا فين؟ طبعا نحذر بس سير التوك توك في الشوارع الرئيسية، منع طبعا الأطفال من سواقة التوك توك. بنشوف أطفال عندها 10 سنين و11 سنة بيسوقوا التوك توك، ده طبعا ممنوع. طبعا يبقى في تحليل المخدرات للسواقين، يكون في رخصة للتوك توك وصاحب التوك توك يكون معاه رخصة. غير كده يبقى في مخالفة، لكن نمنع بشكل كلي أو بشكل عام هيبقى صعب جدا على الناس طبعا، اللي ده بيكون أكل عيشها وده بيبقى مصدر رزقها. غير كده في ناس كتير التوك توك بيخدمها في وصول كبار السن لمنازلهم، في ناس بتكون تعبانة، خاصة طبعا لو ناس ساكنة في مناطق شعبية. عارفين طبعا المناطق الشعبية والشوارع الجانبية بتكون ضيقة جدا، طبعا سواق المشروع مش هيدخل للشوارع الجانبية أو حتى سواق التاكسي، فده طبعا هيكون صعب جدا على كبار السن والناس التعبانة. طبعا بيبقوا عايزين برضو وسيلة سريعة ان هي توصلهم لبيوتهم، فطبعا عشان كده منع التوك توك نهائي ده هيكون صعب جدا. وعشان كده انا مع حظر التكاتك في الشوارع الرئيسية، ممنوع سواقة الأطفال، كمان يبقى فيه رخصة للتوك توك، كمان يبقى فيه تحليل المخدرات لسواقين التكاتك.
وطبعا في مشاكل كتير في اسكندرية غير التوك توك، زي الزبالة الموجودة تقريبا في جميع شوارع اسكندرية. هتلاقوا الكلاب الضالة، كمان هتلاقوا مشكلة التروسيكل اللي بيبقى معاه مكبر صوت، وده طبعا بيبقى يعتبر تلوث سمعي. فدي طبعا مشكلة موجودة في اسكندرية أو تقريبا في مصر كلها. وطبعا المشاكل دي كلها بتكون واجهة غير مشرفة لمصر. عايزين نشوف دايما اسكندرية جميلة زي الأول، وتكون أجمل محافظات مصر، لأنها طبعا مدينة ساحلية. عايزين نشوف عربيات الرش بتاع زمان، عايزين نشوف الشجيرات اللي كانت موجودة في الشوارع. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.